فضيحة تسريب عقد اللاعب مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك. الصفقة كلفت نادي الزمالك 71 مليون جنيه. قبل ما نخش على عقد اللاعب مصطفى شلبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت في بداية الفيديو تصلي على النبي، ولو مش مشترك في القناة تنزل تشترك دلوقتي حالا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ما تنساش اللايك والشير للفيديو. تعال نشوف العقد الأول وبعد كده نرجع نتكلم. ادي العقد قدام حضرتك اهو. زي ما حضرتك شفت العقد بتاع اللاعب مصطفى شلبي، الصفقة كلفت نادي الزمالك 71 مليون جنيه. 23 مليون جنيه راحوا لنادي انبي مقابل شراء اللاعب، و48 مليون جنيه للاعب مصطفى شلبي في 4 مواسم. يعني 11 مليون جنيه في السنة الأولى، و11 مليون جنيه في السنة الثانية، و13 مليون جنيه في السنة الثالثة، و13 مليون جنيه في السنة الرابعة. مصطفى شلبي عقده بسم الله ما شاء الله في الشهر نص مليون جنيه، 538 ألف جنيه. عم مصطفى، انت مش عايز حد يشتغل معاك اي حاجه؟ اشيل لك الشنطه يا باشا، والله والله يا باشا اشيل لك الشنطه. شوف اللي انت عايزه وانا عينيا ليك والله. نص مليون جنيه لاعب مصطفى شلبي شهريا. عارف يعني ايه؟ فين اجهزه الدوله من الكلام ده؟ ده ما الخطيب جاب احمد القندوسي او مروان عطيه، الدنيا قامت وقال لك ده اهدار مال عام. ادي قدامكم العقد. ومين اللي حاسب على اهدار المال العام ده؟ احنا مش عارفين لغايه دلوقتي. او مين هيحاسب على المشاريب دي؟ احنا مش عارفين. زي ما كابتن مجدي عبد الغني كان بيتكلم وبيقول لك على برونو سافيو، بضاعه اتلافها الهوا، فلوس الاهلي كتير، المفروض مين هيحاسب على الكلام ده؟ مفيش حد. فين كابتن مجدي عبد الغني يتكلم على الموضوع ده ويقول لك بضاعه اتلافها الهوا، وهو ما لعبش بجنيه لنادي الزمالك لغايه دلوقتي؟ وبعض من جماهير نادي الزمالك مش عايزه اللاعب، بما ان جماهير نادي الزمالك ذات نفسهم عارفين ان اللاعب اهلاوي، ورغم كده راح الزمالك وما قدمش المردود المطلوب منه. وده المفروض بقى دي حاجه بتاعت ربنا، في لاعب بيبقى موفق او مش موفق، بس ما يدفعش فيه المبلغ ده اللي هو 23 مليون جنيه لانبي. كمان بتديله 11 مليون جنيه في السنه، اول سنتين 11 مليون جنيه، وتاني سنتين كل سنه 13 مليون جنيه. ليه يا عم؟ انت مشتري مين؟ مين مصطفى شلبي ان انت تدفع فيه مبلغ زي ده؟ ده مبدئيا. ثانيا، الخط الهجومي كله للنادي الاهلي مفيش حد بياخد الرقم ده. اللعيبه بتاعت النادي الاهلي الخط الهجومي كله محققين 2 دوري ابطال افريقيا، وصلوا تالت سنه نهائي، 2 سوبر افريقي، 2 برونزيه كاس عالم للانديه، وتالت سنه كاس عالم للانديه خدنا مركز رابع، وغير الثلاثيه في عام 2020 في الدوري المصري والكاس المصري والسوبر المصري. يعني النادي الاهلي الخط الهجومي كله مفيش حد فيهم بياخد الرقم اللي بياخده مصطفى شلبي. مين هيحاسب المشاريب دي؟ احنا مش عارفين، بس ادينا عرفنا مرتضى منصور او المستشار مرتضى منصور وكذبه اللي بيقول لك انا دايما باخد الصفقات اقل من النادي الاهلي، واللاعب اقنعته وجبته اقل من النادي الاهلي، وهو اتفضح قدامكم بعقد اللاعب نفسه. اما بالنسبه لخالد الغندور فكان ليه رد اخر في موضوع عقد مصطفى شلبي. تعال نسمع قال ايه ونكمل. فبالتالي انت ما تيجي تسرب لي مصطفى شلبي والسوشيال ميديا الاهلاويه، ما هو اللي هيسرب العقد ايه يعني؟ مين مصطفى شلبي؟ مين من هو صاحب المنفعه من التسريب هذا العقد؟ هو الضرب في النادي الزمالك، والضرب في المستشار مرتضى، والضرب في اللاعب. فاللي عايز يضرب مين؟ اكيد المنافس او جمهور المنافس. طيب، خالد الغندور بيقول لك اكيد اللي سرب عقد مصطفى شلبي هم الاهلاويه، لان هدفهم ضرب الزمالك والمستشار مرتضى منصور ومصطفى شلبي. هو ده هدف نادي الاهلي، ان هو يضرب فيك. كابتن خالد، احنا كده كده بنضرب فيك من غير حاجه، وانت اول واحد عارف. واخرهم صفقتين اللي جننوك وجننوا المستشار مرتضى منصور: مروان عطيه اللي عمل لكم خرم في جنانكم في دماغكم، خلاكم توزوا وتتجننوا. والحاجه التانيه احمد القندوسي، اللي انت كنت هتعيط بالدموع على قناه نادي الزمالك ان الاهلي خده، وان شاء الله هتشوف مشاركته. لو مش في مباراه الهلال السوداني هتلاقيه ان شاء الله في المباراه اللي بعد كده. بس احمد القندوسي هيجننك. اما بالنسبه للي سرب عقد مصطفى شلبي فاقول لك على حاجه: صباح الفل عليك، انت جاي من المريخ. عارف ليه؟ لان عقد اللاعب بيبقى موجود مع 3 جهات. الجهه الاولى اللي هي نادي الزمالك، فهو لو اتسرب هيتسرب من عندك انت من نادي الزمالك. الجهه الثانيه عن طريق اللاعب، اللاعب بيبقى معاه نسخه من العقد، فبالتالي لو اتسرب هيطلع عن طريق اللاعب، فيبقى مصطفى شلبي هو اللي سرب العقد.
الجهه الثالثه واللي ليها النسخه الاخيره من عقد اللاعب اتحاد الكوره اللي مرضيش يعيد لكم صفقاتكم واللي ليه فلوس عندكم وانتم مش عارفين تسدوها. فمعنى كده انت عارف مين اللي سرب عقد اللاعب؟ اكيد حد من الثلاثه دول. انما انت اعلامي عايش في عالم موازي، طالع سياده المستشار انا معاك اشتم في الاهلي، حاضر يا سياده المستشار هشتم في الاهلي. سبتوا مشكلتكم مع نادي المريخ السوداني ومباراه النهارده بتتكلموا ان الاهلي هو السبب في ضرب استقرار الزمالك في كل حاجه. يا راجل ده وصل بيكم الحال ان انتوا بتقولوا ازاي الهلال السوداني يلعب مباراه الاهلي من غير جماهير. انت مالك يا عم وما الهلال السوداني يلعب بجماهير ولا من غير جماهير؟ هو احنا في مجموعتكم؟ بس اقول لك على حاجه، انت صعبان عليا والله لان كل سنه بتطلع حصلت المجموعه وان شاء الله مش هتشم كاس العالم للانديه. يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديده. السلام عليكم ورحمه الله.